شاف كويزيني. كويزين باين، شاف كويزين باينه لك على وجهك تبارك الله، مفخفخ خامر. الله يحفظك قدام الفطير. كي داير بخير؟ والله الا بخير الحمد لله. الله يحفظك. اش كطيب تما؟ اش كدير تما؟ كنديرو شي ديال المنديل المضبي. شنو؟ هادشي ديال الاكل اليمني. مزيان مزيان الله يسهل عليك. واخا اسمك الله؟ ياسين. ياسين شحال في عمرك؟ 34. 34. وفايت فيك الزواج؟ لا عمرني ما تزوجت. عمرك ما تزوج. وهاد السيده بغيتيها؟ مطلقه وعندها بنيه؟ انا كانت في نصيب. مرحبا. هضر معها تفضل. مرحبا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم اختي. عليكم السلام. كي دايره؟ بخير هانيه الصحه لاباس؟ كي دايره مول الدار؟ كلشي بخير؟ امورك مزيانه؟ لاباس الحمد لله. شنو هما المتطلبات ديالك اختي؟ ماشي مناسب ليا بعدا. مرحبا اختي اللي يبان لك انتيا ما عندناش مشكل. زعما ما ماشي انا اللي متخيله فهمتي. لا ما كاين حتى شي مشكل. هذاك الشيء كيرجع لك اختي. متخيله جوني؟ لا ايوا واش متخيله؟ راه راجل. واش بغيتي؟ ما بعيد وماشي. ايوا واش بغيتي؟ تبارك الله راجل بخير وعلى خير، ما خصو تا خير. اش بغيتي؟ راجل كامل مكمول خدام على راسو. شنو ما عجبكش ولا؟ بس ما عجبنيش. ما يمكن ماشي قدي زعما. ماشي قلتي 35 36 هو 34. لا صافي بخاطرها بقيت ما عندناش مشكل. الله يكبر لك. ما مكتباش. واخا انا درت لك ابوني، نزيدو نشوفوا معاه فرصه اخرى ونهبط هذيك الساعات نعاودو لك. لا واش ما عجبكش ولا؟ ما عجبنيش. علاش؟ اختي ستري داك فخادك تما عرياني، ستريهم. ما غير في الدار. في الدار؟ انت راه ماشي في الدار، انت راك في اللايف كيتفرج لك 10000 واحد. ماشي في الدار هادي راه اللايف والناس كتفرج. قال في الدار مصيبه كحله هادي. يكون زوين. مخ شكون اللي عنده ما بين 35 و 36 ومهتم بهاد البركه هادي بغا يتزوج بها؟ الله يكثر خيركم. عندها 23 عام وساكنه في 22 عام قلت ياك؟ 24 ساكنه في السعوديه. اللي عنده ما بين 35 طلع هاد السيد هذا راه مهتم. بلاتي اللي مهتم ما بين 35 و 36. الو كي داير خويا معاذ؟ خويا العزيز بخير. كي داير؟ الله يكبر بك خويا معاذ. راك عزيز. لكن في قطر؟ خويا معاذ انا في قطر. واه خويا معاذ ولكن ما مهتمش. لا الله يشفي فيك نبغي خويا معاذ. واش كتبتي كومونتير ولا؟ لا كتبت كومونتير، كنت كنكومونتي ولكن ما قلتش انا مهتم. رد انا الفار الا لقيتي قلت انا مهتم هبطني. ماشي مشكل. الله يسلمك الله يسلمك خويا. مرحبا. اقسم بالله الا كنحبوك، اقسم بالله الا كنحبوك. الله يحفظك الله خويا. حبك الله. شكرا هذاك ما تمنيتي في هذا النهار. شكرا خويا. الله يحفظك خويا معاذ. شكرا شكرا. الله يكبر بك. شكرا بزاف. واخا طلع اخويا. بغينا شي ولد الناس ما بين 35 و 36 مهتم بهاد السيده. شوفوا هاد السيد هذا. السلام عليكم. ما كتجاوبش هبط. نشوفوا هاد السيد هذا. السلام عليكم خويا بخير؟ الحمد لله الصفقة الله يرحم والديك. دير وجهك دير الكاميرا ديالك. والله لا ما نعملهاش. انا كنقول لك فين ماشي قحبه كطلع عندك هنا شابعه بوندقاني كطلع خصها تجوج. باقا غير اختك هي اللي ما طلعتش عندي. خص اختك حتى تطلع مع هذوك اللي قلتيهم نتايا. انا راه ما كنبغيش نكلاشي. انا راه قرا معايا حليوه. انا اللي قريت حليوه وقريت دومبيك وقريت الكراندي طوطو وقريتهم كامل. قراو عندي في قسم الكلاش. راه ما كنبغيوش ندخلوا في داك الشيء. خليك زوين واحترم الناس حيت ربي كيبغينا نحترموا الناس، ماشي نحترموا المسلمين، نحترموا الناس. دير اللي بغات دير، هذه خصنا نحترموها.
ولا ما احترمتهاش كتبين انك ماشي راجل. فهمتي؟ واللي ماشي راجل هو اللي ما كيحترمش المراه. المراه واخا تكون كما كانت عليك باحترامها. السلام عليكم. الو خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دير اخر الكاميرا ديالك. كي داير السي رفقي؟ دير اخر الكاميرا ديالك. انا ندير الكاميرا. تفضل. ما عندكش الوجه تبان؟ هادي كنعرف انا، ما هاديك بيتي. شوف، بغينا شي ولد الناس ما بين 35 و 36 سنه، اللي مهتم طبعا هو اللي يطلع، ما مهتمش. السيده راكم شفتوها كي دايره، حتى هي من حقها تتزوج، من حقها، من حقها تتزوج. شتي ميا خليفه من حقها تتزوج. يا كيسبوها الناس كيقولوا راه عايره، حتى هي واحد النهار غتبغي تتزوج وغتبغي تسالي من داك الشيء. اذا ما تبقاوش تتهموا الناس وما تبقاوش تحقروا من الناس، حيت المخير فينا الا جا الله تعالى، الا جا الله تعالى بغى يدير علينا الفار في الصحيفه ديالنا، راه حتى واحد ما يخرج للزنقه، غنكونوا مشوهين، حيت شي غيعرف على شي حساباته، يعرف اسراره، وما غنقدروش نخرجوا نتلاقاو عند بعضياتنا، حيت اللي ما عنده خبزه راه عنده قرصه. تفاهمنا على هذه القضيه. يعني الفار شوف الله، شوف واش نتوما متفقين ان الله تعالى يدير علينا الفار في داك الشيء اللي حنا دايرينه في حياتنا ويبينوا للناس؟ تقدر؟ ما تقدرش. حنا ديما كنقولوا يا ربي تسترنا، يا ربي تسترنا، يا ربي تسترنا، ما تفضحناش. اذا الانسان المسلم راه هو هذا، راه تكون هذه الانسانه كيما بغات تكون. اسيدي عاملها بالتي احسن وعاملها بالليونه، لا ربما ما تعرفش. فهمنا؟ فار ونطلع نقول بحال دابا هذا طلع كيسبها كيقذفها. يعني انت قذفتي واحد الانسانه، هذاك القذف ديالك هو اللي غيغير من هذه الانسانه مثلا؟ لا بالعكس، الا كانت كتلبس صايه غتشطح بالكيلوط، تقول لك انا في ضد في هذا، انا نشطح بالكيلوط. شتي الا كانت هي كتلبس صايه غتولي تخرج بالكيلوط، وماشي الكيلوط العادي، هذاك اللي مكليماتيزي كيبين كلشي. يعني اتقوا الله، ولا بغيتوا توعظوا وترشدوا وتدعيوا الناس باش انهم يرجعوا للطريق، كاينه واحد الطريقه واحد الاسلوب. ولهذا بوزبال البغل اللي غادي بحال البغل في الارض ما كيصلحش انه يوعظ الناس وينصح الناس، حيت بحال هاد بوزبال. واش هذه نصيحه؟ تقول لها هذه عايره، كنتي معاها باش تعرفها عايره ولا ماشي عايره؟ كنتي معاها؟ واش كنتي معاها؟ شحال من وحده كتبين صدرها وتبين وتعرى، ولكن هي ما تقدر دير حتى حاجه. وشحال من وحده كتلبس الزيف وتلبس جلابه وكتبان لك الصلاه والدين، وهي اش غنقول لك، داكشي اللي كدير ما كديرش وحده اخرى عريانه. اذا ما تبقاوش تشوفوا المظاهر وتحكموا عليها. الله يرحم الوالدين. هاد السيده هادي خصنا نحترموها، هي بعدا خصها تشوف من المجتمع ديالها انه كاينين رجال يحترمون المراه، فهي بالطبع ملي غتشوف رجال يحترمون المراه بطبيعه الحال هي غتحشم على راسها. ولكن نطلع نقول فلانه عاهره وانت تمك عاهره واختك عاهره وقبيلتك قبيله العهر. تفاهمنا؟ ما عمرها كانت هذه اسلوب الدعوه، ما عمره كان بحال هكا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ما قالش يا العاهره ولا قول لها يا الفاجره، ما كاينش، هذا اسلوب غلط. وما تبقاوش تكتبوا هذاك الفار الا جا الله يدير علينا الفار حنا في حياتنا ولا في داك الشيء اللي في خاطرنا ولا في قلبنا، راه حتى واحد ما غيقدر يخرج يشوف الاخر. راه الامام الشافعي قال لو كانت للذنوب رائحه لفضحنا، ولكن هذا من ستر الله علينا، ان ربي سترنا. فاتقوا الله في الناس ودعوا عنكم الناس وشوفوا فريوسكم وديوها فريوسكم، حيت الانسان يوم القيامه سيحاسب كل على حده، كل على حسب عمله. ما غتقولش هذيك تمقابله حيت كانت عاهره وعاود لامك، ما ديها في راسك، ديها في جالي دراك، ما عندك سوق فيها. عاهره ماشي عاهره هي غتحاسب عند الله. وانت شوف عملك انت، ما هذه خليها عندك، ما عندها هذه ما اداتك، ما دارت لك والو. لبسات الزيف ولا مسات الزيف ما عندها ما اداتك، ما عندها ما اداتك. لبسات الكيلوط وشطحات، انت مالك؟ واحد ما صامش رمضان والاخر مخنزر فيه، علاش ما صمتيش؟ علاش؟ وهو نيت هذاك اللي يسب هذاك علاش ما صامش؟ نهار يوقف عليه يقول لي بغيتك تعاوني، والله ما يعاونوا. انا نعاود لكم واحد، سمحي لي اختي راه طولت باش الناس بعض المرات تتوعظوا. هذه باختصار، هذه الوالد عاودها ليا. الوالد يامات، يعني كان في يامات كان طالب علم وكان كيمشي للمساجد كثير. كان واحد الشاب كان كيجي ديما للمسجد،
وهذاك الشاب ديما في الصف الاول يحافظ دائما على الصف الاول، ما كيفارقوش، لا يفارقه الصف الاول، لا يفارقه، دائما مضبوط في صلواته. واحد الايام مابقاش كيجي للجامع، هذوك الاخوان اللي في المسجد بداو كيشوفوا فيه دائما غير برا في الزنقه وجالس وغي تايه وغي تالف، كيقول هذا ما بقاش كيجي للجامع، ولاو كيشوفوا فيه واحد الشوفه ناقصه. واحد النهار هو يمشي عنده واحد من هاد الاخوان اللي كيصلي معاهم في المسجد، قال لي وانت اجي نتايا، مشاو لي حتى للدار، قال لي جي انت اش بقيت كتجي للجامع علاش؟ قال لي يا ودي شوف، المهم بقى كيورك عليه وقول لي اجي دابا انت ملي بقيتي كتورك في الهضره بزاف اجي نقول لك علاش. قال لي نهار جيت عندك وبغيت نبيع لك واحد المصحف، واحد المصحف يعني في واحد الكتابه، بغيت نبيعو لك وخديتي من عندي وشريتي من عندي وما سولتينيش علاش، فهمتي؟ جاب لك واحد نهار جبت لك صفوه التفاسير، يعني تفسير القران وبعته لك وشريتي من عندي وما قلتيش لي علاش غتبيعو. وواحد النهار جبت لك جلابتي اللي هي اللي كنجي نصلي بها، كنجي نصلي بها وبعتها لك، قلت لك هذه بغيت نبيعها وعطيتها لك، هي اللي عندي وبعتها لك وما سولتينيش علاش تبيعها، ودابا جاي كتعاتب فيه علاش ما كنجيش نصلي. وهو عنده واحد الام مسكين ديالو مريضه وكان كيبيع عليها هذوك الحويجات لانه بغى يداويها وبغى يديها للسبيطار وبغى يعاونها. وقال لي ما عمرك ما سولتيني علاش انا كنبيع هذا الشيء، ما سولتينيش، ما بقاش فيها كثرت الرديخ، انا كنسميها الرديخ ماشي الصلاه، حيت اللي الصلاه امتى كتولي الصلاه؟ الا ملي كتبان على مولاها، كتبان عليه في الطيبوبه، في الاخلاق، في المعاملات، في الطريقه ديال معاملتك مع هاد الناس، تعاملهم بالتي احسن، تعاملهم بالموعظه الحسنه، بالوسطيه، بالاعتدال، بليونه القلب. اما انك تطلع وتقذفها وتقول لها يا العاهره، علاش؟ على انت نهار غتولد بنتك وان شاء الله غتولد بنتك وغادور بها الدنيا وغيضربوا القناه ولا ربا. شوف وحنا راه في دنيا ابتلاء، نحن في دار ابتلاء، تجيب الدوره لبنتك، وشحال من انسانه كاع عاهره وكتجي كتحكي لك امرها علاش ولات عاهره، راه تبكي، الا جيتي تسمع منها تبكي، كتقول لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا الدنيا خطيره جدا، وكتلقى عندها مسكينه مشاكل دازت منها مرات من مشاكل. نحن لا نزكي هذا الامر، ولكن كنقول لكم اتقوا الله في الناس ولا تكونوا كالقضاة في الدنيا، بل كونوا دعاة، لا تكونوا قضاة على الناس، كونوا دعاة لا تكونوا قضاة. فالقاضي الأكبر هو الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله في القرآن فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. ربي قالها بحال دابا هاد مهدوم الفم اللي تعقد فف والعاهرة، هاد مهدوم الفم، هاد المسخ نقلب ليه كيلوطو نلقى فيه كيلو ديال الخرا، نلقاه فيه كيلو ديال الخرا ما يعرفش يتوضا، نلقاه مجون فيه الجنابه ديال الشهر، الجنابه الشهر فيه، ويطلع يقول لهاد السيده عاهره، يتهمها بالعهر. يعني مثلا هذا مسلم، هذا يتمثل فيه الاسلام، تتمثل فيه الصلاه. الصلاه هي اقامه الصلاه، تقيم الصلاه، اقامه الصلاه. هذا الرجل لا يقيمها، لا يقيمها نهائيا، لأن الذي يقيم الصلاة تظهر فيه، في أخلاقه، في سلوكاته، في أعماله. ولهذا هذه راه بين قوسين، لأن هذه الأيامات بزاف كثرت هذه القضية ديال فار. شوف كل واحد يكون فار ديال راسو، كل واحد يكون فار ديال راسو، تفهمنا؟ إذا غنبحثوا لك كان شي ولد الناس لهذه السيدة عندها 22 عام، ساكنة في السعودية، كتخدم على راسها الله يسهل عليها، باغا شي ولد الناس ما بين 35 و 36. اللي مهتم بها يكتب ليا مهتم بها، يلا كنهضر مع اللي مهتم بها، ما مهتمش بها ما تطلعش. خذ لك حجابي عفتي وخرج لك شي حجابي سر سعادتي وخذ اللي تبغي. حنا هذا الزواج، هاد السيده كاين اللي غيبغيها بجوج يدين، وكاين اللي غادي يحتضنها، وكاين اللي غيبغيها، وكاين اللي غيتهلا فيها وغيكرمها وغيكون معاها قلبا وقالبا. ما بغيتيهاش عطا الله اللي بغاها، حنا ما كنتسناوكش انت، انا كنقول من هو مهتم بهذه المراه، بغيتيها مرحبا. اذا اللي مهتم بها يكتب. نشوفوا هذا السيد هذا طبعا اللي عنده ما بين 35 و 36.
تفضل اخويا. اللي عنده ما بين 35 و 36. السلام عليكم. كذا السي معاذ بخير؟ كي داير اخويا؟ بخير لاباس عليك؟ الحمد لله الله يحفظك. كذا مزيان؟ عافاك اخويا. والله 28 اخويا معاذ. 120 اخويا بقى في الخارج، هي 35 36. نشوف هي واش قابله بعدا ولا. ولكن معليش انا درت لك ابوني ونطلعك دير النداء ديالك راسك. عافاك اخويا؟ اوكي ان شاء الله. اللي عنده ما بين 35 و 36. الله يجازيكم بخير. بغينا شي ولد الناس ما بين 35 و 36 اللي عنده هذا العمر هذا ومهتم بفايزه يكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير السي فقيه؟ بخير. كيف عمرك خويا؟ 34 سنة خويا. دير كاميرا. صيفط عليا خويا الفقيه الله يحفظك. تفضل. هذا موضر تو، ما عرفت فين موضر، ما عرفتهاش. كامي شي فرشاخه ولا ما عرفتش كامي قاعده موضر. اللي مهتم بفايزه عندها 24 عام تقريبا، ساكنه في السعوديه، مهتمه بشي ولد الناس ما بين 34 و 35. اللي مهتم بها وعنده هذا العمر يكتب. اللي مهتم بها يكتب. بغينا شي ولد الناس ما بين 35 و 36. زيد 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 زيد. الظريف الا كنتي هنا عاون اخوي. التعاون انت مخبي ما عرفتش كدير. طلع اخويا، طلع اخويا. مرحبا، تفضل. اهتم بها. حنا كنطلعو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. شكون اللي عنده ما بين 35 و 36 ومهتم بفايزه يكتب لي مهتم بها. طلع صاحبي الظريف. واش الجيلاني طلع. السي فقيه. السلام عليكم. مزيان. دير الكاميرا. لا لا ما تطلقش. تعامل الهضره ديالك باين. واش الفقيه انت كي داير؟ بخير. هاني مهني برجوله. انت اختي نقضي منك انت. قول لي نشوف هذا السيد هذا. تفضل اخويا. عندنا الشيشه في البروفيل كيطبخ فيها. بيلوغا تحياتي خويا العزيز. مرحبا خويا بيلوغا الله يكبر بك. الله يحفظك خويا بيلوغا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير اخويا؟ بخير. الله يحفظك الفقيه. لاباس عليك؟ بخير. كيف عمرك خويا؟ 36. دير اخويا الكاميرا ديالك دير. وخاسرة. خاسره ولاش طالع؟ برزتنا الراس. وعجبتنا. ولا ما عندك ما يدار. دور حيد. مشات ليا اللحم. دور حيد اصاحبي راه حنا ما مسالينش لك. بغينا شي ولد الناس ما بين 35 و 36. شي واحد اللي يكون عنده الوجه باش يبان. شحال من واحد ما عندوش الوجه. شحال من واحد ما عندوش الوجه باش يبان. حتى شحال من واحد ما كيطيقش في راسو، كيخاف، ما كيقدرش، ما كاينش شخصيه قويه. مع راسو ما يقدش. حتى المرايه ما كيقدش يشوف فيها بزاف. هادوك ما تطلعوش. حنا بغينا شي واحد من الناس معقول باغي يتزوج. زيد. السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير اخويا؟ بخير. كي داير؟ الله يحفظك. كيف عمرك مزيان. 33. 33. سميتك خويا؟ سميتي يحيى. يحيى. اش كدير اخويا في الحياه؟ انا شاف دو كوزين. في ساكن ساكن في ابو ظبي.
ابو ظبي. اش كدير تما؟ عندك الورق تما؟ عندي الورق ديالي. اقامه. اقامه. واخا. وكيفاش مشيتي لابو ظبي؟ انا مشيت على حساب الديوان. الديوانه مزيان. وكيفك زين؟ لا على حساب القصر. لا عمرك ما دوزتي؟ ما كدير لا ارجيله لا والو؟ لا والصحه ماشي ديال ارجيله. ما تتارجيش؟ صح. لا الصحه ماشي ديال. واخا. كتريني شويه متريني شويه رياضه؟ اكيد. لا طليتي على لاباج غيبان لك شنو كاين. ما شاء الله. وكتصلي؟ اكيد انا معتمر وكنصلي وزرت السعوديه شحال من مره. ما شاء الله. اللهم بارك. الله يسر لك الامور. منين اصلك في المغرب؟ حاول ديروا الجرار. ولد سلا من مدينه سلا. ولد سلا. تحيه نزي سلا. مرحبا خويا. هاد السيده مهتم بها خويا؟ انا بعدا اول حاجه قبل ما لا اكيد مهتم بها. ما حتى طالع راني مهتم بها. بغيت نشكرك بزاف على هادشي اللي كديروا. انسان طيب بزاف وسامع لك في المغرب قبل لما كاع دير لاباج ديالك. الله يعمرها دار الانسان. الله يحفظك. شكرا بارك الله فيك. تفضل اخويا هضر مع السيد. فينا بلاصه في السعوديه. السلام عليكم. نعم. الرياض. الرياض. قلتي في عمرك 22 سنه؟ ايه. لا دابا 23. 23. من بلاصه في المغرب؟ من قلميم صحراويه. ما شاء الله. شحال دابا مقيمه في السعوديه؟ دابا عام. سنه. طلعتي خدمه ولا زياره ولا شنو؟ لا خدمه اكيد. انا عندي ديجا اختي هنايا في ابها وعندي خويا في جده. شنو الدومين ديالك؟ زيدي في الفوليوم شويه زيدي. ميك اب ارتست ويعني تجميل وكندير الاتش ديال القطاط المغربيه. ما شاء الله. في صالون؟ ماشي في صالون في داري. مزيان. وتبغي تعيشي في ابو ظبي؟ ما جربتهاش عمرني مشيت الصراحه ولكن ما كنت. ولا جربتي السعوديه يمكن لك غادي يجيك كلشي دول الخليج نفس النمط فيهم نفس نمط العيش نفس الحراره نفس كلشي. لا هنا بعدا راه الناس محترمه والناس مستورين الناس بحال العيش. يا ودي الاحترام. شوف الاحترام راه فين ما مشيتي كاين. راه ما كاينش في السعوديه ولا في قطر ولا في المغرب ولا هادي. ولكن ما كاين احسن من المغرب عاوتاني. دابا شوف نساو عليا واش غتقدروا تجي هنا ولا هنا. دابا هضروا على الشروط ديالك. شنو الشروط ديالك اخويا؟ بالنسبه لي انايا الا بغات دير انا تغطي راسها. ما يمكنش لي انا نتزوج بوحده ما كتغطيش راسها. دابا انت ركشتي عليا. شوف ندير النقاب. اسمع انا عندي اهم شروط عندي وصله وتغطي راسها. شي حاجه اخرى ما عنديش انا برا النقاب. هنا راه ما كاينش. كاين نقاب ما كاينش زعما داكشي. انت في دارك راك دارك بوحدك ما غاديش يكون عندك زعما خليتك ترجع لهذا ديالك لاصلك. انت بغيتي ترجعي للمغرب؟ والله المغرب فيها يعني فيها دار وفيها امي وفيها بنتي يعني عادي. المشكل دابا ماشي قضيه انا مشكل نوع الخدمه عندي. من بعض المرات ما كنت اغلبيه الوقت راه ماشي انني خدام في الامارات كندوزو في الامارات. راه عندي تقريبا 4 دول كنعمر فيهم حتى ل5. فهمتيني؟ على حساب الخدمه ديالي كنمشي كنسافر بزاف مع المعلم. هذاك الشيء علاش. مع من؟ ما بلا ما نقولوا على اللايف تنقولوا على الخاص. ان شاء الله الله يدير لي فيها الخير. ما الفقيه واش بصاير؟ والله الا شاف داك الكويزين ديال المعلم قسما بالله. هذاك الشيء علاش كنقول لك شي حوايج. انا في قصر خدام. راه قلت لك ملي هضرتي معايا قلت لك خدام في قصر. وسلم عليه الله يرحم والدين. دابا غير بلاتي باش نعرف هاد القضيه. المعلم ديالنا انا بعيد. بعض المرات كنتلاقى معاه. غتشوفوا ملي كيكون زياره خاصه لينا انايا كنشوفو اكيد. قول لي كيسلم عليك الفقيه وقول لي انا راه باغي غير نشوفو قبل ما يدي الله مول الامان. بغيت تشوفو وجها لوجه. هذه الامنيه ديالي. انا كون كانت تحقق لي هاد الامنيه وحققتها للوالده ديالي. غتحقق مالها لا كتبقى شوف كتبقى خدمه. شوف انت حنا كنبغيوه الله يشافيه. شوف انت الحب هو اللي غيقربنا. امين. الله يشافيه ويعافيه يا ربي تشافيه.
وتعطي صحه جديده وتعطي صحه جديده والله يخلي لنا يا ربي. هذا هو اللي كاين. امين. لا باش ما ندخلوش في المواضيع بزاف، نقدروا نلقاو راسنا في شي لاباج اخرى راك انت عارف. يلا دابا راه كاين ناس كيسكريني واللي غدا يقول لك هو طلع معنا كذا ديال كذا ديال كذا، شوفوا كي داير فهمتيني، راك عارف بنادم كي داير. يقول انا ما شوف يقولوا حنا شوف ويقولوا ملي ما يقول حنا راه كنهضروا بالمحبه ديالنا بوانا. انا باش تعرفوا هذه القضيه حنا نبغيو يقولوا حنا علاش حنا كنحبوا بوانا وكنحبوا ولي امرنا الله يخلي لينا. هذا هو اللي كاين. الامر خلاص. انا تبدلت على ديوان ديال دوله اخرى، ما بقيتش على الديوان ديال المغرب. دابا اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. دابا السيده انت عجباتك توكل على الله. ما كتبان لي فيها معقوله. اي واحد ماشي انه ما عرفتش، انا عاد دخلت اللايف ديالك سمعتك كتهضر على شي حاجه ماشي شغلنا، يمكن شي واحد طلع زبال ولا دار شي حاجه، تيبقى كل واحد كيعبر على الموقف ديالو على الشخصيه ديالو والنظره ديالو من طرف شخص اخر. كما الكتاب راه ما كيتحكمش عليه من الغلاف ديالو، كاين اللي كتلزم عليه ظروف انه يمشي باش يعاون والديه في واحد البلاد، وحنا نهضروا كمغاربه كناخذوه على البنت ملي كتمشي شي دولات الخليج كنقولوا حقا راه كذا وكذا. راه كاينين شي بنات الناس انا كنشوفهم خدامين وظيفات شادين وظيفات كبار في دول الخليج. اوكي قصوا عرفتي لي بوست، عرفتي لي بوست الصالير ديال الوزير. دابا بغيت نسولك واحد السؤال. دابا مثلا هذا المجتمع اللي اليوم ملي كيشوف شي بنت مشات للخليج ودارت الفلوس ودارت واحد الثروه، حنا ما نهضروش ما ندخلوش في حكم الشرع فيها هذاك الشيء اللي دارته واش حلال ولا حرام، ما ندخلوش للحلال والحرام، حنا غنهضروا غير بالعموم، غنهضروا سطحيا. دابا هذا المجتمع هاد الناس اللي هما كيقذفوا مثلا هاد البنات مثلا اللي كيديروا الثروه في الخارج وكيقولوا عليها الفاعله يا التاركه يا العاهره يا كذا، يعني اشنو بغيت نفهم مثلا؟ انا اللي كنفهم هو ان هاد الهجوم ديالهم راه ماشي كيهاجموا هاد البنات حيت هما بغاو يغيروا المنكر وبغاو يامروا بالمعروف وينهوا على المنكر، لا، كتحس من خلال خطابهم انه واحد الحازق اللي ما عطاتوش الدنيا واللي عايش في الفقر المدقع وما تعطاتوش الفرصه انه حتى هو يكون عنده واحد الدخل، والامر ديالو اللي فهمتي ما ربي اللي عالم به، فكيبرد هذاك الكبت اللي عنده لداخل يبقى يسد في الناس. اما هاد السيده تكون دارت تكون دارته حرام ولا دارته حلال، فاش غيفيدك انت؟ فهو كيتعتبر الرزق. شوف راه ربي اللي فاش غيفيدك؟ ما عندوش واش يفيدك، ما عندوش واش يفيدك. حيت علاش؟ حيت هاد السيده هذه نهار غتمرض ما غتعطيش الدواء، نهار غادي تفرح ما غتفرحش معاها، غتسبها، نهار غتحزن ما غتحزنش معاها، نهار غتوقف على شي حاجه ما غتوقفش معاها، فراه باين الحساب، يعني الحساب باين. فاذا دع الناس، دع الخلق للخالق، فهمتي؟ دع الخلق للخالق وما نكونوش قضاة على بعض. عماد انا نقول لك واحد القضيه بالنسبه للبنات اللي هنايا كيجيو على ظروف، والظروف ديالها كاين اللي كتقول لك ملي كتعرف الحقيقه تقول لك انا ما بغيتش هنا على بديت انا باش ما ياخذوش عليا واحد النظره خايبه، اللي كتلقى عندها واحد الكاريزما زوينه راه كتبع شنو قرات هي وكتمشي تخدم على راسها. فاغلبيه البنات اللي داروا هذاك لاباس كتشوفها اغلبيه ديال النظره الحومه ولا الاحياء ولا العائله انها كيفاش مشات طلعت دارت لاباس. خصنا نعرفوا اغلبيه ديال الرجال ديال دول الخليج تيعشقوا المراه المغربيه، تيحماقوا على المراه المغربيه لانه الظروف ان الرجل المغربي ما كيعرفش القيمه ديالها. ماشي كلشي ما كنعممش، ولكن كنقول البعض كانه حالته ميسوره، راه هو كيتهلا فيها، بغا الدار يشريها ليه، ماشي زقرام ولا جوع ولا غادي يحتاج شي واحد اللي يصرف عليه، راه عنده خير وراه كتلقى عنده الزبابل ديال الفلوس، ما يهموش انه راه مرتو هذيك كتكون جزء ديالو، انه يوفر ليها الدار، طوموبيل، المشاريع، يصايب لها مشاريع، يصايب لها بزاف د الحوايج في الحياه ديالها، يغير لها كاع الشكل ديالها، فهو هذاك رزقو. فحنايا المغاربه بعد المغاربه ما كنعملوش كلشي، ملي كنشوفوا شي نظره ربي كرم شي واحد سهلوا في شي رزق كنوضو كنبقاو تابعينو بهذاك العين وهذاك الحقد وهذاك الحس ديالنا والغل ديالنا هو اللي كيهضر. اما الناس اللي معقولين واللي عارفين راه كيقول لك واحد جوج ثلاثه. ومن القول الاربعه انت راه الحمد لله اهل العلم، علمت رزقي لم ياخذه غيري فاطمئن قلبي. راه اغلبيه ديال الناس ما عندوش اطمئنان ديال القلب وما عندوش الكفاءه الدينيه. طالق يسيب وانهم حتى
ما كيحسنش الفم ديالو، ما كيعرفش انه راه ملكين كيتقيد عليه، كلشي كيتسجل عليه. صحيح. راه انا كنت في الصغر ديالي كنت كنمشي مع الوالد كنحضر دروس العلم، وكنت البدايه ديالي كنحفظ القران الحمد لله، سالي الله في العمره، درتها بزاف د الحوايج. مي التربيه كتلعب دور، التربيه كتلعب واحد الدور مهم في الحياه. راه الانسان ملي كيكبر كتبقى مع هذيك التربيه الدينيه اللي معاه والعقيده الدينيه والاهتمام الكاف انه واخد. نقول اسمح لي، حنا ما كنعطيوش الاهتمام لبعضياتنا وما كنكبروش ببعضياتنا، فهمتي؟ نتفق معك ان واحد الانسان شتي فيها واحد الشوفه انها كتبرج، انها كدير الفساد، انها ياك مثلا ياك بحال هاد مثلا بحال هاد الناس كاينين بزاف بحال هاد الناس في المجال الفني. علاش ما كتسبوهمش؟ وعلاش ما كتهموش بالعهر؟ وعلاش ما كتهموش فساد؟ وعلاش كتمشيو لي كونسير ديالهم كتخلصوا الفلوس الكحله وكتشدوا الصفوف الاماميه وكتسخفوا في موازين؟ شيرين عبد الوهاب، شيرين علاش كتسخفوا عليهم؟ ياك تا هما كيلبسوا خانزين، تا هما كيتعراو، تا هما كيتسلقطوا، تا هما كيشطحوا ويلوزوا. علاش مال هادوك كيشطحوا شطحه حلال حيت عندهم الفلوس ومشهورات، وهذه مسكينه اللي هي مشات الامارات باش تخدم وباش تعتق والديها كتسمى عاهره، فهمتي؟ يعني حنا اش غنقول لك، مازال ما نقدرش نشرح راسنا حنا شكون حنا. الشرح ديالنا حنا ما نعرفوش. خصنا شي واحد يكون عميق في ماده الفلسفه، يكون كيتفلسف بزاف باش لربما يحل نوعا ما العقليه ديالنا، فهمنا؟ ولهذا نحن كنعيش واحد المجتمع اللي خصنا مازال نصلحوا نفوسنا. وماشي عيب، ماشي عيب نحيدوا شويه ديال التناقض. سي الفقيه من غير دور ان الجانب التربيه الوالدين، حتى وزاره الاوقاف خاصها تلعب دور، وزاره التربيه والتعليم تلعب دور مهم في المغرب. راه كنشوفوا الاستراتيجيه ديال المغرب ملي كنخرجوا من المغرب وكنشوفوا استراتيجيه التعليم ديال دول اخرى، راه كنبداو نبكيو على بلادنا، كنبكيو بزاف. صح، تنبكيو والله الا كنبكيو، قسما بالله الا كنبكيو. ما عرفتش غنعمو نقولوا الخاص ولا البريفي. راه هاد البنات اللي كيمشيو الامارات، انا مشيت الكويت، زرت الكويت، مشيت مسابقه ديال القران، شاركت كمتسابق مسابقه القران، شفت هاد البنات المغربيات اللي عندنا مثلا في قطر او مثلا في ابو ظبي. مشيت لابو ظبي كتشوف بان البنت نوعا ما كتحس بعد شويه الامان وهي خارجه وهي كتدور في الشوارع، كتحس بالامان، ما كتحسش بهذيك ديال القضيه اللي عندنا هنا. عندنا فسفس ازاي ما نشوفوش صار 6 كاينش داكشي. يعني داكشي غيجي فهمتيني، خوتنا اللي مكلفين غادي يحيدوا لي الراس ديالو يطيروه ليه، لان بنادم تما كيشوف يعني مزير مزيان. ولهذا البنات تما كيحسوا براسهم نوعا ما من الامان، ونوعا ما ان الناس ما كيقذفوش. حنا في المغرب في الشوارع ديالنا كاين القذف، دوز شي بان تيسبك، وبعد مرة كتوقف قدام امك ما كيحترموك، وبعد مرة كتكون جالس في داركم قاع داركم وحداك امك وباك ووالديك وناس كبار، وكيجي واحد في الزنقه دايز كيقول لك الله ينعل، وكيبدا يربب ويبدا يسب ويبدا يقول شي كلام ما كاينش. يعني كاين نوعا ما خصنا شويه ديال نرجعوا شويه لراسنا ونشوفوا ريوسنا ونصلحوا من راسنا، حيت الله قال لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فتغيير النفس، تغيير نفس الانسان اولا خصها تكون هي الاولى، عاد نغيروا، عاد نشوفوا نغيروا ناس اخرين. غير راسك. المشكل هو بنادم ما مغيرش راسو. واش واحد اللي كيشد طارو ديال الزبل حاشاك مع الفجر، هو غادي يصلي الفجر كيشد طارو الزبل، والله العظيم الا واحد في الدرب يجي يهز طارو الزبل ويحطوا حدا جارو، حدا باب جارو. شتابعيني هذه القضيه، يا كاين هذه راه في اي حي غتلقاوها. انا شتابعيني حدا باب دار جارو ويمشي يقول الله اكبر يصلي الفجر. واش هذا في حالته الصحيه مزيان؟ واش هذا في حالته الصحيه انسان مربي، انسان فيه اخلاق؟ واش هذه واحد الانسانه كانت مع مؤخرا واحد السيده كانت كتشد الزبل ديال حاشاك ديال الدجاج وديال الحوت وتجي تحيدو من حدا دارها وتجيب المشاش ديال الحي
وتلوحوا من قدام باب الدار، ومن يجي نهضر معاه قال لك لا حنا انتوما ما كتقولوش الخير، حنا بغينا نطعموا هاد المشاش. هو طعميهم حدا دارك، طعميهم حدا دارك ماشي حدا ديور الناس. فراه كتشوف بانه نوعا ما كاين شويه الخلل خاصو يتصلح. هذا هو اللي كاين. وللاسف راه كنعيشوا واحد الزمان ملي كنقولوا كلمه الحق راه الناس ودينا ما كتقبلهاش. كيجي كلام الحق قاصح ولكن هذا هو الحق، بغيتي ولا كرهتي هذا هو الحق، ونطلبوا الله الهدايه. هذا هو اللي اللهم اهدنا. خويا دير اضافه للسيده وديري لي اختي اضافه وتواصلوا. الله يسهل عليكم، اذا كان فيها خير الله يوفقكم، اذا ما كان فيها خير الله يسر لكم ويوفق لكم اللي ما فيه الخير لكم. هذا هو اللي انت الدور ديالك مهم والله العظيم. لك الناس كاملين اللي كان عندهم هذه الاهميه بالناس وانهم كيشوفوا واحد الجانب فيه الخاص وكيعاونوا فيه وتيديروا الخير، من الاحسن يكون المجتمع المغربي بحال هكا كله تيقلب على الخير. يا ريت. ودابا المشكل كتطلع كيكون واحد باغي يدير خير، واحد كتلقاه مصايب كومب، واحد داير هادي وتيطلع ويسب ويعاير في الناس. احشومه والله الا حشومه، استحي على راسك ويا ريت كانوا الناس زوينين بحال وجهك، مؤدب ومربي وخلق، ولا تقول الا الكلمه الطيبه. الحمد لله راه ملي كنشوفوا بحالك وبحال وجهك راه كنقولوا الامه لا زالت بخير والله. لا اختك هذا الدور كيديروا الوالدين، اهميه انه بدايه من الوالدين، لا ما كاينش تربيه من الوالدين ما كاين حتى شي حاجه. واش تقول في هذه منين طلع واحد ما عرفتش يومين هذه واحد طلع دار الكاميرا، كيدير الكاميرا دار الكاميرا دور الكاميرا وراني حجرو. ياك دابا هذا واش ما خصنيش نضحك والله، ما خصني نضحك، سمحوا لي انا كنضحك. هي لا راه كيضحك، راه كثرت الهم كتضحك، ولكن حشومه كثرت الهم كتضحك. انا باش عارف ان راه عندنا واحد النسبه كبيره في المجتمع ديال الامراض النفسيه، فهمتي؟ نقول هذا اللي دار هادشي هذا زعما شنو نقول راه شحال من مرة تزوجت براجلها عاد عرفاتو بسيكوبات، عاد عرفاتو حميمق مسطي. راه والله العظيم راه شحال راه تمشي للمحكمه وتشوف شحال ديال الطلاق كيخرج هذا العام هذا، واحد هذا العام بعدا بالضبط بواحد الدرجه كبيره ديال الطلاق. وارتفعت في المغرب نسبه الطلاق بزاف واحد درجه كبيره. فنسال الله السلامه والعافيه. خويا الله عليك، شرفت باني فيك اخويا. شكرا انا راه ضفتك خويا وشرف لينا التواصل ان شاء الله. مرحبا بك. لا اختي باش ما كاين نرد عليك. شكرا. درتي لها اضافه ياك؟ وي طبيعه الحال. ضفتي انت؟ يلا الله يسهل عليكم، الله يعاونكم. بسلامه. امين. سلامه.